إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام العالم سفيان بن سعيد الثوري: من طلب العلم ولم يعمل به فلا تعلمه. من طلب العلم ولم يعمل به فلا تعلمه. قالوا لمن؟ قال لأنه إن لم يعمل بالعلم كان كشجرة الحنظل، كلما ازدادت ريا كلما ازدادت مرارة. أثرت أن أبدأ بكلام سفيان لأن حديث اليوم لا أسوقه إلا لمن أراد أن يعمل. أما من أراد أن يسمع ولا يبالي فإنما يستزيد من حجج الله عز وجل عليه. روى الإمام أحمد في الزهد بإسناد صحيح رجاله ثقات أثبات، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء، وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن الحسن البصري. حسن البصري الإمام العلم الزاهد من أعلم التابعين وأعبد الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكي عن شيخه الذي علمه، شيخه الذي تلقى العلم من عمر وسلمان وأبي موسى الأشعري. لازم أبا موسى فتخرج عليه في القرآن والسنة، في العبادة والزهد، في الورع. يحكي عنه الحسن هذا الخبر فيقول: كان لعامر ابن عبد الله، وهو ثقة من عباد التابعين، وكان يدعى في الجاهلية عامر ابن عبد قيس، فنسب نفسه بالعبودية لله عز وجل، فهو عامر ابن عبد الله، حتى أرسل له أبو موسى رسالة يوما قال: من عبد الله أبي موسى الأشعري، من عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، إلى عبد الله بن عامر الذي كان يدعى عبد الله ابن قيس. قال: كان لعبد الله ابن عامر مجلس في الجامع الكبير في جامع الكوفة. كان هذا الرجل العالم العابد الذي قال عنه كحب الأحبار هو راهب هذه الأمة. في الأمم السابقة كثير من الرهبان، هذا راهب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بلغ في العبادة مبلغا جعل الذهبي يقول عنه الولي القدوة. إمام، قدوة، عابد، زاهد، ثقة، محدث، يقرأ كتاب الله ويستنبط ما فيه من الأحكام، واعظ بليغ، إمام في العلم والعمل. كان له مجلس في مسجد الكوفة. كيف كان مجلسه؟ قال الحسن تلميذه يحكي عنه: كان يصلي الغداء يعني الفجر في المسجد، فيجلس يذكر الله تعالى
حتى تطلع الشمس حسناء، حتى ترتفع الشمس، فيصلي ثم يجلس فيقول من يقرأ، فيأتي إليه الناس يقرؤون عليه القرآن فيقرئهم، ثم يقوم فيصلي إلى الظهر، فإذا صلى الظهر صلى ما بين الظهر إلى العصر لا يقرئ أحد، فإذا صلى العصر قال من يقرأ، فيأتي الناس إليه فيقرئهم إلى المغرب، ثم يصلي المغرب ويحيي ما بين العشاءين، وهذه صلاة يغفل عنها كثير من الناس. فإذا صلى العشاء خرج إلى أهله فأكل رغيفا، كذا في الحديث، فأكل رغيفا ثم نام نومة خفيفة، ثم استيقظ فصلى إلى السحر، ثم أكل رغيفا آخر، ثم خرج إلى المسجد. هذه حياته سنين طوال وهو على هذا الحال. سئلت عنه جارية في بيته قالت يخرج عند السحر فلا نراه إلا بعد العشاء، كان يصلي حتى تتورم قدماه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف الصلاة حتى ترم قدماه، فإذا ورمت جلس يقول لنفسه يا نفس السوء، نفس السوء، فماذا نقول عن أنفسنا؟ تتورم قدماه قياما بين يدي الله عز وجل، ثم يخاطب نفسه فيقول يا نفس السوء ألا تقومي بين يدي الله عز وجل؟ ثم يقوم فيتم الصلاة. وكان رضوان الله عليه إذا وقف في صلاته يقول لنفسه إنما خلقت للعبادة، أنت لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان ذا دمع غزير وقلب رقيق ولفظ عذب، كان يعظ الناس المواعظ البليغة، ولا أريد أن أطيل بذكر مواعظه، إنما أريد منه هذا الخبر الذي سيقصه علينا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل في المسجد يعلم الناس ويدعو إلى الله ويعلم كتاب الله ويشرح كتاب الله ويعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنين، ثم إذ به يوما يعتزل المسجد الكبير ويجلس في مسجده، في مسجد حيه، في مسجد بيته. فسأل عنه إخوانه، قال الحسن ففقدناه فانطلقنا إليه، فقدوه، فقدوا العالم، فقدوا العابد، فقدوا الحق، فهل قالوا الحمد لله الذي أراحنا منه؟ هل لم يبالغوا بغياب مثل هذا الرجل وهو ليس من الصحابة، إنما انشغلت قلوبهم به؟ قال فأتيناه في أهله في بيته فسألوه. كان من ضمن السؤال لماذا هجرت المسجد؟ قال لم أهجر المسجد، إنما أنا في مسجدي ها هنا. قالوا له يا أبا عبد الله كان لك مجلس في المسجد الكبير فتركته، كنت تجلس فيه إلى أصحابه تعلمه من كتاب الله عز وجل. قال أجل، أجل تركت مسجده. لماذا يا أبا عبد الله؟ واعلم يقينا أننا نتكلم عن المسجد في زمن السلف، في زمن الأخيار، الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار. يقول نعم إن مجلسكم كثير التخطيط، أجلس معكم في المسجد أنا أعلم الناس القرآن، ومن الناس من يسهو، ومن الناس من يلغو، ومن الناس من يتكلم. مجلسكم كثير الغلط، كثير الأغاليط، كثير التخليط. فوجدت البيت يعني مسجد بيته أخلى لقلبي وأقدر لنفسي على ما أريد. أنا أريد أن أتعبد لله وأنتم تشغلوني عن هذا. هل تظن أن في مساجدهم تخليطا كما في مساجدنا؟ فرق شاسع. لم يكن عندهم غيبة، لم يكن عندهم نميمة، لم يكن عندهم أكل أموال الناس بالباطل، لم يكن عندهم سفك أعراض المسلمين ولا أكل لحوم المسلمين، لم تكن
لم يقل على النواصي إنما في المساجد. قال ليس لله فيهم حاجة، لا ينظر الله إليه ولا يعبأ بهم ولا يقبل منهم، ليس لله فيهم حاجة. لما؟ قال حديثه الدنيا، سيأتيك الاعتكاف فانظر ماذا يفعل المعتكفون. اجلس مع أحد ممن يقوم على شأن المساجد فانظر عن أي شيء يتحدثون. هذا الرجل الذي كان ينشغل إما بصلاة أو بقرآن، إما بصلاة أو بقرآن، يحضر المسجد ويقول إنكم كثير التخطيط، فلو رآنا لقال أنتم كثير الموبقات المهلكات إلا من رحم الله عز وجل. قال وإنا قد حدثنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخبر، يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا قد أدركنا أصحاب محمد وصحبتهم فحدثونا. أتقبل عن الصحابة؟ أتختبر نفسك عند هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل نحن من المؤمنين؟ يقول حدثنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة، أحسن الناس إيمانا يوم القيامة. وفي رواية إن أخلص الناس إيمانا يوم القيامة. وفي ثالثة إن أكمل الناس إيمانا يوم القيامة. وفي رابعة إن أصفى الناس إيمانا يوم القيامة. من هم أحسن الناس إيمانا وأخلص الناس إيمانا وأصفى الناس إيمانا وأكمل الناس إيمانا؟ من هم يا أصحاب النبي؟ قالوا أكثرهم محاسبة لنفسه. هل حسب
بالأكل. ماذا أردت بشربتي؟ الشرب، الطعام والشراب. المؤمن يحاسب نفسه عليه. أنت أكلت بالليل، ماذا أردت بالأكل؟ تفطر عند المغرب، ماذا أردت؟ تشرب الماء، ماذا أردت؟ هكذا المؤمن يحاسب نفسه. وقد خطب عثمان رضي الله عنه فقال: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. وروي هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم مرفوعا بسند حسنه الترمذي وهو ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: ابكي على خطيئتك. وهل يبكي الإنسان على خطيئته إلا إذا حاسب نفسه عليها؟ إلا إذا نظر في عواقبها؟ إلا إذا خاف من ألمها في الدنيا وفي الآخرة؟ إلا إذا استشعر في قلبه نكتة سوداء نكتت بسببها فيخشى أن يلقى ربه تبارك وتعالى بها؟ إن المؤمن وهو مؤمن وذنوبه صغار يراها كالجبل فوق رأسه يخشى أن تسقط عليه. وإن الفاجر وهو يفعل الكبائر لا يراها إلا كالذبابة قال لها هكذا فذهبت. فماذا ترى ذنبك؟ أتراها صغيرة بجوار ما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ أتراها هينة بجوار ما قدمت من خير؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أضر شيء على المكلف الإهمال وترك المحاسبة. أضر شيء عليه الإهمال وترك المحاسبة، فإن هذا يقول إلى حال الهلاك وهو فعل أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العبد، ولو كان صادقا في رجائه لربه لأحسن العمل، كما قال الحسن: لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. هذا أول شيء يذكره لنا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وقفنا عنده فهل نحن من أحسن الناس إيمانا؟ من أصفى الناس إيمانا؟ من أكمل الناس إيمانا؟ أم أن إيماننا مخلوط؟ أم أننا إيماننا مشوب يحتاج إلى مراجعة وتخليص؟ ونزعم أننا أهل الدين وأهل السنة وأهل الدعوة وأهل البيان وأهل المساجد وعمار بيت الله عز وجل، أننا أهل الله تبارك وتعالى. قال: وحدثونا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن أشد الناس فرحا يوم القيامة، إن أكثر الناس ضحكا يوم القيامة أشدهم حزنا في الدنيا، أكثرهم بكاء في الدنيا. كل عين يوم القيامة باكية إلا ثلاثة: عين بكت في الدنيا من خشية الله عز وجل، أو عين غضت محارمها عن معصية الله عز وجل، أو عين باتت تحرس في سبيل الله تبارك وتعالى. قال سبحانه عن أهل الضلال: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فمن أراد أن يضحك كثيرا فليبكي في الدنيا، ومن أراد أن يبكي يوم القيامة فليضحك في الدنيا من أشدقين. هل ينتفع العبد يوم القيامة بقلب ميت؟ أسألك بالله، لو أن رجلا لقي ربه بقلب ميت هل ينتفع به؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو جاء ربه بقلب مريض لخشينا عليه الهلاك، فكيف بمن جاء ربه بقلب ميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح: إن كثرة الضحك تميت القلب. على أي شيء كان نبينا عليه الصلاة والسلام يمازح ولا يقول إلا
أكثر الناس ضحكا يوم القيامة فرحا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا، وإن أكثر الناس بكاء يوم القيامة حزنا يوم القيامة أكثرهم ضحكا في الدنيا. فابكي على خطيئتك، ابكي على ما قدمت يداك، ابكي خشية الخواتيم. فإن عابدا عبد الله السنين الطوال ثم ختم له بسجدة للشيطان. بصيص العابد كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. كان عابدا فاستدرجه الشيطان من المباحات إلى المكروهات ثم إلى المحرمات ثم إلى الكبائر ثم سجد له من دون الله عز وجل. وآخر كان عالما ضرب به المثل بالعلم حتى علم اسم الله الأعظم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تبكي خشية الخواتيم. سفيان الثوري العابد العلم الزاهد الإمام كان يبكي يقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. ابكي على ما ضيعت من طاعة الله عز وجل، على ما تركت من فرائض الله تبارك وتعالى. ابكي من خشية ربك. ملائكة الرحمن جل وعلا يعبدون الله عز وجل لا يعصونه طرفة عين، ومع ذلك يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنبياء الله تعالى الرسل أولو العزم من الرسل يخافون على أنفسهم من ذنب ليس بدم. إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من 3 كلمات هي معريض وهي في ذات الله تبارك وتعالى. نوح عليه السلام يخشى مغبة دعوته لربه تبارك وتعالى يقول إني دعوت الله على أهل الأرض فأهلكه. موسى عليه السلام الذي غفر الله عز وجل له يقول إني قتلت نفسا بغير نفس. كلهم يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. يخافون من ربهم إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ابكي، ابكي شوقا إلى ربك، ابكي محبة لله وشوقا إلى لقائه ورؤياه. ابكي من قلبك حبا لله عز وجل. فإن العبد إذا استشعر نعم الله عليه النعم الظاهرة وأجل منها النعم الباطنة. من الذي اصطفاك؟ ومن الذي اجتباك؟ من الذي هداك؟ من الذي دلك على صراطه؟ من الذي أوقفك بين يديه؟ من الذي أنطقك بكتابه وفتح صدرك وقلبك؟ إنه الله. ألا تبكي شوقا إليه؟ اللهم إنا نسألك لذة الشوق إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبكي المؤمن على ما فرط وعلى ما يخشى أن يأتي وخوفا من ربه وحبا وإجلالا لربه تبارك وتعالى. حينئذ يخرج يوم القيامة آمنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. من خافني في الدنيا أمنته يوم يخاف العباد، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم يخاف العباد. من أمن مكر الله عز وجل فاطمأن إلى قلبه وإلى عمله وإلى نفسه وكله الله إلى نفسه فلا ينفعه شيء. فإنما يخوفه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. قال وحدثونا رضي الله عنه حدثنا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا إن الله تبارك وتعالى فرض فرائض الصلاة الصيام الحج الزكاة الصدق الأمانة الوفاء، كل فرائض الله عز وجل، كل الأوامر الواجبة. وسن سننا نوافل الصلاة نوافل الزكاة نوافل الصيام العمرة نوافل كثيرة تتقرب بها إلى ربك. وحد حدودا جعل بينك وبين الحرام حدا فحرمه عليك. حرم عليك كثيرا من الأمور التي تضرك ولا تنفعك. حرم عليك الكذب والغش، حرم عليك الشرك والنفاق، حرم عليك الرياء والسمعة، حرم عليك تضييع الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل،
السنن. من قام رمضان بعدما صام رمضان قامه إيمانا واحتسابا وصامه إيمانا واحتسابا، وعلى ذلك قس. من عمل بفرائض الله وسننه واجتنب حدوده، اجتنب الحرام، أدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب. أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عذاب. أدخله الله عز وجل مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب. أدخله الله عز وجل مع من يضحك الله إليه من القوام والمجاهدين والمحسنين. أدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب مع من زهدوا في الدنيا فجعلوا دينهم على أعناقهم يسيرون به في الأرض، يدعون به إلى الله ويجاهدون به في سبيل الله. يدخله الله عز وجل الجنة مع الصابرين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا النوع الأول، وقليل من الناس من يدركه. نعم في الأمة خير، السابقون السابقون ثلة من الأولين من الصحابة ومن بعدهم، وقليل من الآخرين. فأين لنا هذا؟ هل تظن في نفسك أنك قمت بفرائض الله؟ هل تركت ما حرم الله؟ هل قمت بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، فما الذي يليه؟ قال رضوان الله عليه: ومن عمل بفرائض الله وسنن الله وارتكب حدود الله، عمل الفريضة وجاء بالسنة ووقع في بعض المعاصي، وارتكب حدود الله ثم تاب ثم ارتكب ثم تاب ثم ارتكب ثم تاب، أليس هذا حالي وحال؟ بلى والله، إنا لا نعصي الله عز وجل بما لا يعلمه إلا الله. كلنا مات المعصوم صلى الله عليه وسلم وذهب السابقون الأولون ولم يبق إلا قليل. انظر ماذا لهؤلاء، هذا لمن ارتكب ثم تاب، نسأل الله أن يتوب عليه. قال رضوان الله عليه: ركب حدوده ثم تاب ثم ركب ثم تاب، استقبل أهوال يوم القيامة وشدائده. استقبل أهوال الميزان، أهوال الصراط، أهوال الحشر، أهوال تطاير الكتب، أهوال الوقوف بين يدي الله عز وجل. أي أهوال القيامة كثيرة لا يحصيها إلا الله. لذلك قال رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ليوم القيامة كربات وشدائد وأهوال. انظر مثلا لقول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ماذا يقولون؟ يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انظر: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. انظر للمرور على الصراط، أحد من السيف وأدق من الشعر، لا يجوز عليه إلا المؤمنون. تقف الأمانة والرحم عليه، الأمان تقف على الصراط، فمن خان الأمانة لا يمر، ومن قطع الرحم لا يمر. ارتكب الحرام ثم تاب، يخرج يوم القيامة ليلقى الأهوال والزلازل والشدائد. قالوا: ثم يدخله الله عز وجل الجنة برحمته. انظر للرجل الذي مر على الصراط، آخر من يمر على الصراط، يتقلب على الصراط ظهرا لبطن، يزحف عليه كما يزحف الصبي، يسقط مرة فيتعلق بيده ويسقط أخرى يتعلق برجل، فإذا نجا من على الصراط قال: الحمد لله الذي فضلني على العالمين. فضله بأي شيء؟ نجاه من النار، إنما جوزي بذنوبه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر للفظ زحزح، كان أن يسقط فيها، ثم أدخله الله الجنة برحمته بمغفرته بعفوه. ولولا عفو الله عز وجل ما دخل أحد منا الجنة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا
ولم يتب، مات على ذلك، مات وهو مصر على معصيته، لم يتب من أكل الحرام، لم يتب من الصد عن بين الله عز وجل، لم يتب من الغيبة والنميمة، لم يتب من إفساد الدين على عباد الله تبارك وتعالى، لم يتب من اللغو والتخطيط في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتب من مخالفة الرسول في الإمامة ولا من مخالفة الرسول في الصيام والقيام، لم يتب. قالوا لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله والله عز وجل عليه يوم القيامة غضبان، الغضب الذي خاف منه رسل الله عز وجل. قال سبحانه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما الذي ينجيه إذا غضب الله عليه؟ عمر بن ذر العابد يبكي ويقول يا أمه ما يدريني أخشى أن يكون الله اطلع علي في موطن أعصيه فيه فقال اذهب لا غفرت لك. وهذا ليس بعجب، فقد قيل هذا لغيره لأجل كلمة قالها لا يتبين ما فيها، قال لا يغفر الله لفلان فأحبط الله عمله. من ركب معاصي الله تبارك وتعالى توعده الله. قال ربنا تبارك وتعالى تلك حدود الله. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. من يعصي الرسول ويعصي رب العالمين ويتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيه. ماذا فعل فرعون؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن عصيت لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظمة من عصيت. وهذا مثال لحد من حدود الله أضاعه كثير من عباد الله. قال ربنا تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الحلال ولا تطغوا فيه. قال الإمام السعدي لا تستعملوا نعمة الله في معصية الله، لا تستعملوا الرزق في المعصية، لا تنطروا وتتكبروا على ربكم فلا تنقادوا له ولي شرعه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فإياك ومحقرات الذنوب من الأعمال فإن لها من الله عز وجل طالبا، وإنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. كانت في زمان أصحاب النبي من المهلكات الموبقات، هكذا عدها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تنجو فاتق الحرام بل اتق الشبهات. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا حذر به خشية أو حذرا، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عليه يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لسان لا يتبين ما فيه يهوي بها في النار 70 خريفا. مهما قلت فاحذر أن تقع فيما يمنعك من دخول الجنة. رجل من الصحابة جاهد مع الرسول وهاجر مع الرسول ونصر الرسول وقام بدين الله، فلما مات قالت أمه هنيئا لك يا بني الجنة. ما الذي يمنعه من دخول الجنة؟ صحابة صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قام بالسنة والقرآن، قام بالفرائض والسنن. قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. أي ثلاثة نحن؟ هل نحن من المؤمنين الخلص أم من أصحاب الذنوب التائبين أم من أصر على الذنب؟ قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا عذاب الله، رحمة الله، مغفرة الله، محبة الله، عقوبة الله. تذكروا شيئا يتعلق بالله عز وجل فإذا هم مبصرون ما هم فيه من الخطأ فعادوا إلى ربهم تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. أقول قولي هذا واستغفر الله. Son.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهج الى يوم الدين. وبعد، قد يستشكل بعض الناس بان من ارتكب حدود الله ثم تاب غفر الله عز وجل له، فكيف يلقى الاهوال يوم القيامه؟ اعلم يا عبد الله ان الذنوب على ثلاثه انواع. ذنب لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذنب الثاني حق الله تبارك وتعالى، وهذا يغفره الله عز وجل. الذنب الثالث ما بين العباد، وهذا فيه القصاص يوم القيامة. فمن ارتكب حدود الله فقتل مسلما بغير حق ثم ندم وتاب إلى الله، قد يسقط عنه حق الله عز وجل. الذي عليه من الدين يسقط عنه حق الأولياء، صام شهرين متتابعين كفارة إن كان مخطئا. هذا الرجل الذي أدى حق الله وحق الأولياء، أين حق القتيل؟ يتعلق به يوم القيامة ليأتي به بين يدي ربه عز وجل. رجل اغتاب الناس وظلم الناس وأكل أموال الناس وسب الناس، ضيع أموال الفقراء، ضيع أموال اليتامى، ضيع أموال المساكين، حارب الدعاة إلى الله عز وجل، منع مساجد الله أن تقيم شعائر الله. إن تاب إلى الله قد يغفر الله عز وجل له ما يتعلق بحق رب العالمين. أما مظالم العباد فهي موقوفة حتى يأخذوا حقهم أو تتحلل منه. وانظر لهذا المثل الذي ينخلع له القلب. سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام، إمام العباد والزهاد، سيد التائبين وإمام الأنبياء والمرسلين، سيد العابدين وإمام المتقين، كل حسنة بلغ فيها الكمال صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أثنى عليه ربه واصطفاه ربه واجتباه ربه وجعله أكرم الخلق على الله. هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يظلم أحدا من أصحابه؟ يظلم أحدا من أصحابه بغير حق؟ يأكل مال أحد من أصحابه بغير حق؟ حاشاه، بأبي هو. ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبه ليلقى ربه طيب النفس، هكذا قال، وهو أطيب الطيبين عليه الصلاة والسلام. مع ذلك أراد ألا يلقى ربه ولأحد عنده مظلمة. وعندنا في هذا حديثين. الأول في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما عبد ضربته أو سببته أو شتمته فاجعلها له رحمة وزكاة. اشترط النبي على ربه أن النبي إن قال لأحد شيئا يؤذيه أن يجعلها الله لهذا العبد رحمة وزكاة. فلو أن النبي قال لك شيئا ألا تفرح؟ والله تفرح. رحمة من الله مضمونة بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اشترطت على ربي عز وجل. ومع ذلك روى الإمام الطبراني في الأوسط وابن شاهين في السنة، وقال ابن شاهين: إسناد صحيح غريب، وحسنه محقق مجمع البحرين، عن الطفيل ابن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته موعوكا وعكا شديدا، وقد عصب رأسه بعصابة دسماء وفي رواية صفراء. قال: فخرجت إليه فسلمت عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فضل. قلت: لبيك رسول الله. قال: يا ابن عمي، خذ هذه العصابة، عصابة أخرى، خذ هذه العصابة فاشتك بها رأسي، اربط بها رأسي، لعلي أخرج إلى المسجد. لا يستطيع في مرضه، وقد كان يوعد كما يوعد الرجل. قال: ففعلت، فشددت بها رأسه، فقعد عليه الصلاة والسلام ووضع يده على منكبي، فأخذت بيده فقام متكئا علي، متوكئا على الفضل بن العباس، حتى دخلنا المسجد يهادى به بين رجلين. تلقاه رجلان، قيل هو علي
قد دنا مني الرحيل، كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لعله قد دنا مني خفوف من بين أظهركم ودنا مني حقوق بين أظهركم، لبعضكم علي حقوق، وإنكم لن تروني في هذا المقام بعد هذا، لن تروني على المنبر مرة أخرى، وإني أردت أن أقوم فيكم مقاما غيري لا يغني عني فيه، لا يغني فيه أحد عن أحد. أردت أن أقوم فيكم فأقول: ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت ضربت له بشرا فهذا بشري جسدي فليأخذ حقه منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مال فليأخذ منه. قال عليه الصلاة والسلام: من كنت أصبت من عرضه أو من شعره أو من بشره أو من ماله شيئا فهذا عرض محمد وشعر محمد وبشر محمد ومال محمد، فليقم فليقتص. من رسول الله، من سيد الخلق، من أحب الناس إليهم وإلينا على الإطلاق. تخيل لو أن أباك قال لك: يا بني إن كنت ظلمتك فخذ حقك مني، إن كنت ضربتك فقم فاضربني، إن كنت جلدتك فقم فاجلدني، إن كنت شتمتك فقم فاشتمني. كيف يكون قلب الولد؟ وكان الصحابة يحبون النبي أكثر من حب الولد لوالده. إي والله. قال: ولا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من رسول الله. لا يقولن أحد: أخشى أن أقوم فأخذ حقي فيغضب علي، ولو غضب رسول الله على أحد لغضب الله عليه فأهلكه الله. لا يقولن أحد: إني أخشى الشحناء من رسول الله. لا يقولن أحد: إني أتخوف العداوة والشحناء من محمد. إنها ليست من طبعي، ليست من طبعه الشحناء ولا العداوة ولا البغضاء للمؤمنين، إنما كان رحيم القلب، رقيق القلب، شفيق القلب لكل ذي مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليس من طبيعتي ولا من شأني، وإن أحبكم إلي من اختص مني. لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولاكم بي من كان له عندي شيء فأخذه وحللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس، ليس لأحد عندي مظلمة. خلصت.